من النهارده مش هتاكلي كفته مشويه من بره تاني، هتشويها في البيت وعلى عين البوتاجاز كمان. هنعمل النهارده احلى كفته مشويه على الفحم على عين البوتاجاز، حاجه كده في منتهى الجمال. اللهم بارك، شايفين جمال الكفته عامل ازاي؟ محدش هيصدق اصلا ان انت عاملاها كده على عين البوتاجاز من جمالها، وشايفين كده جوسي وطريه خالص كده وطعمها خطير وريحتها كانت قلب الشقه. اللهم بارك. وعملنا الكميه دي كلها بنص كيلو لحمه بس، كمان عملنا جنبها كده شويه طحينه، حاجه كده اللهم بارك تحفه. شايفين الكفته من جوه كده مستويه كده ولونها جميل من جوه كده وحاجه اخر جمال. بينا نشوف محتاجين ايه عشان نعمل الكفته الجميله دي. اول حاجه كده معايا نص كيلو من اللحمه، اخدتها كده فرمتها فرمتين في الكبه، يعني انا جبتها كده مفرومه وفرمتها كمان فرمتين في الكبه. ليه؟ علشان انا عايزاها تعمل خيوط كده، عايزه الانسجه بتاعتها كده تدخل في بعضها. وكمان معايا بصلايه مفرومه كده زي ما انتم شايفين، حطاها في المصفى عشان تصفي اي ميه فيها، انا عايزه التفل بتاعها بس. معايا البهارات، فلفل اسود وبهارات لحمه وشويه كده من البصل البودر. حطيت بقى زي ما انتم شايفين معلقه كبيره كده من السبع بهارات، رشه من الفلفل الاسود ورشه من الثوم البودر، وحطيت معلقه صغيره ممسوحه كده من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليها طريه كده وهشه، وبيخليها تنفش معاكي كده وتبقى هشه كده من جوه مش مكتومه. حطينا كده معلقه صغيره من البيكنج باودر زي ما قلت لكم، واخدنا بقى البصلايه صفينا منها الميه كده زي ما انتم شايفين منزله ميه قد ايه. الميه دي بقى اللي بتخلي كده الكفته تفك معاكي كده وما تبقاش متماسكه. وطبعا الميه دي احنا مش هنرميها، احنا هنحتاجها دلوقتي، هنركنها على جنب وهنشوف هنعمل فيها ايه. جبت هنا كمان عودين من الكزبره كده وفرمتهم ناعم كده زي ما انتم شايفين وحطيتهم. والله بقى لو عندك كده بقدونس وتحطي بقدونس، بس اللي كان متوفر عندي كزبره حطيت كده كزبره. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده خدنا بقى الكلام الجميل ده كله كده وهنعجنه كده عجنه محترمه. هندخل المكونات كلها كده في بعضها، وكمان عايزين الكفته كده تطلع كده خيوط ويبقى فيها عرق كده، مش عايزينها كده مفتفته. شايفين بقى كده اللهم بارك، عجنت فيها كده لمده 5 أو 10 دقايق كده لحد ما بقت ناعمه معايا خالص كده وبقت فيها خيوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هناخدها بقى ونحطها في التلاجة لمدة ساعتين 3 كده، عشان كده بقى تتماسك وتشرب كده من التتبيله اللي احنا حطيناها فيها، يبقى معاكي كفته في منتهى الجمال. صدقيني لما بتقعد في التتبيله كده شويه بتبقى طعمها خطير. جبت بقى هنا الميه اللي انا كنت مصفياها بتاعه البصل، وجبت سيخ. طبعا لو ما عندكيش سيخ تقدري ان انت تسيخي كده على معلقه رفيعه، ومثلا المسن بتاع السكاكين او اي حاجه رفيعه، لكن انا عشان عندي الاسياخ بتاعه الشوايه فهسيخ كده على الاسياخ زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، الكفته متماسكه، شايفين عامله ازاي، حاجه كده اخر جمال. ببدا ان انا اسيخها كده واعمل فيها كده بصوابعي زي ما انتم شايفين عشان تبقى معانا زي بتاعه بره. هتبداي ان انت تضغطي كده بصوابعك او تعملي فواصل كده او عقل بصوابعك كده عشان تبقى معاكي زي بتاعه بره. جبت بقى الصينيه زي ما انتم شايفين وحطيت معلقه من السمنه، وهصبع الكفته كده زي ما انتم شايفين. باخد كوره كده تكون متوسطه، ما هياش صغيره قوي عشان الكفته ما تكونش ناشفه، ولا كبيره قوي برضو عشان الكفته ما يكونش حجمها كبير كده معانا. ببدا ان انا اسيخها بالطول اللي انتوا شايفينه ده، واقفلها كده كويس، وابدا ان انا ارصها في الصينيه اللي مدهونه بالسمنه. طبعا بحط ايدي كده كل شويه في الميه بتاعه البصل، وابدا ان انا اصبع بيها كده زي ما انتم شايفين، واحط منها على الكفته كده، بتدي طعم حلو قوي، وطبعا ما بتفكش معاكي خالص، تبقى في منتهى الجمال. اللهم بارك. طبعا انا ما سيحتش السمنه اول ما تطول النار كده هتسيح على طول. وطبعا لازم الكفته دي يبقى فيها نسبه دهن، يعني يبقى فيها 20% كده نسبه دهن، عشان الكفته تكون معاكي كده جوسي من جوه وما تكونش ناشفه كده، وتكون طعمه كده وطعمها حلو، فلازم يكون فيها نسبه دهن. وطبعا بدات ان انا اصبع الصوابع كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك. لما بنسيخها كده وبنديها كده فاصل من جوه بيخليها كده هشه ومستويه من جوه وطعمها جميل قوي، غير لما بتصبعي كده على طول. حطيناها بقى على عين البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس اهم حاجه تهدي عليها النار خالص، يعني يكون معاكي وقت كده للتسويه، ما تكونيش مستعجله، تهدي عليها النار كده وتسيبيها تستوي براحتها، وما تقلبيش فيها بمعلقه خالص. اول ما تحطيها بتقلبي فيها كده بالهز زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك، الكفته ما خستش معانا ولا فكت معانا، وبقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبتاخد تحميره جميله قوي بسيطه كده. شايفين بتاخد تحميره عامله ازاي؟ بتبقى اجمل من اللي بتشوي على الفحم بكتير. صدقيني جربيها هتبقى حلوه قوي. هدي عليها النار عشان ما تتحرقش او تلاقيها اخدت لون وهي لسه ما استوتش، بتهدي عليها النار خالص، وتفضلي كل شويه تقلبي فيها عشان تستوى من جميع الجهات. وطبعا ميزه السمنه ان هي بتسيح كده وبتدي لها طعم حلو، بتخليها ما بتنشفش كده من السوائل. لقيتيها نشفت من السوائل، حط لها معلقتين 3 كده ميه
متكتريش ميه، معلقتين بس، هتلاقيها كده بقت جوسي وجميله قوي، مش هتلاقيها نشفت كده، وهتلاقيها طريه كده من جوه. وممكن برضو تغطيها كده علشان تستوى كده بالبخار بتاعها وتبقى جميله قوي. هنا بقى حطينا كده مكعبتين من الفحم على النار، علشان بقى احنا عايزين كفته بقى مشويه على الفحم كده وجميله. فطبعا مش هنولع كده الشوايه علشان نص كيلو كفته، لا طبعا احنا هنشويها على النار، وكمان هنخليها ريحتها فحم كده وجميله. ولعت كده الفحمتين على النار ونزلت بيهم كده في الطبق، وفي حله كده حطيت الفحم في الطبق زي ما انتوا شايفين، وفي حله كده نزلنا بالفحم ده ورصينا كده حواليه الكفته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك، شايفين الكفته شكلها بيلمع ازاي ولونها تحفه. جيب بقى معلقتين من الزيت وهنطشهم كده على الفحمايه، وهتغطي على طول بغطا الحله عشان تكتمي كده البخار يخرجش بره كده. شايفين بقى اللهم بارك، بعد شويه كده بعد ما البخار بيهدى كده بتفتح الحله بتلاقي الريحه تحفه والشكل جميل، واخده كده لون جميل وريحه تحفه. محدش هيصدق اصلا ان انت عاملاها كده على عين البوتاجاز، ولا حد هيصدق ان انت عاملاها في البيت اصلا من جمالها وطعمتها كده، وكمان شكلها اللهم بارك يفتح النفس. يعني شايفين اخده كده اللون بتاع الشوايه. وطبعا لو انت مش حابه تسويها كده على عين البوتاجاز هتدخليها الفرن الصينيه كده، واول ما تخرج هتحط لها الفحم وهي تبقى معاكي برضو في منتهى الجمال. شايفين بقى شكل الكفته من جوه عامله ازاي، مستويه كده وهشه، ما هياش مكتومه كده، وطعمها خطير وجوسي كده، فيها نسبه سوائل كده. نسبه السوائل دي بتخليها طعمه كده ولذيذه جدا. هنجيب نص رغيف بلدي كده ونبدا ان احنا نحط له نص صابع كده من الكفته، لان الكفته ما شاء الله حجمها كبير كده. طبعا تقدري تصبعي الكفته حسب الحجم اللي انت عايزاه، عايزه الصابع اكبر من كده تقدري تكبريه، عايزه الصابع اصغر من كده تقدري برضو تصغريه، دي حاجه هترجع لك انت. حطينا بقى عليه معلقتين كده من الطحينه، وقطعنا كده شرايح من الطماطم وشرايح من الخيار وشرايح من الفلفل، ومعانا المخلل بقى اللذيذ اللي احنا كنا عاملينه مع بعض كده على القناه، حاجه كده تحفه طعمه لذيذ جدا. شايفين بقى الشكل من جوه عامل ازاي، احسن من اللي احنا بنجيبه من مطاعم من بره، حاجه كده لذيذه وطعمه قوي، هيعجبك قوي وهيعجب كل اللي في البيت من جماله وحلاوته. تعالوا بينا بقى نعمل الطحينه ونشوف سر الطحينه بتاعت المحلات اللي احنا بنجيبها من بره، بل كمان بتجيلنا خفيفه. احنا هنعمل طحينه خام كده تقيله وجميله من اللي قلبك يحبها. جبت كده معلقتين من الطحينه الخام ونزلت عليهم كده باربع معالق من الميه، وهنفك في الطحينه كده هتلاقيها اتفتفتت معاكي، ما تخافيش خالص. هتبداي ان انت تضربي فيها كده بالشوكه وهتلاقيها معاكي بقت ناعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنحط نص معلقه صغيره من الخل ونص عصره ليمونه، وهنحط رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من الكمون، وهيكون معاكي طحينه في منتهى الجمال. طبعا ما تكتريش الميه، هتخففي كده شويه بشويه الاول عشان الطحينه ما تخفش منك وتلاقيها سايله كده ومش لذيذه. هتحط الميه يعني ايه معلقه بمعلقه كده لحد ما توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. شايفين نزلت كده بمعلقه كمان من الميه لحد ما بقت قوامها معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو انت هتاكلي مثلا بعد ساعه او بعد ساعتين خففيها كده شويه، لانها لما بتقعد بتتقل كده. عملنا احلى طحينه من بتاعه المطاعم، وكمان احلى كفته. بالهنا والشفا على اللي كلوها، هنا والشفا على كل اللي هيجربها. وكده خلاص الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تحرمش ابدا منكم على تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعني اعمل فيديوهات حلوه كتير. اترككم في رعايه الله وحفظه، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.